في العناوين: رومان سايس يثير الجدل مع فريقه بسبب رسالة. ياسين بونو يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي. نترككم مع التفاصيل. أعلنت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الأربعاء فوز المغربي ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 بعد مسيرة رائعة مع الهلال المتوج بلقب الدوري. ودافع بونو عن شباك الهلال في 32 مباراة وتصدى ل 62 تسديدة، حيث يملك أفضل معدل تصديات التي يواجهها بين جميع الحراس الذين لعبوا أكثر من 10 مباريات بنسبة بلغت 75%. واستقبلت شباكه خلال تلك الفترة 20 هدفا فقط. ويملك الحارس المغربي المعدل الأفضل في ندرة استقبال الأهداف بين جميع الحراس الذين خاضوا أكثر من 10 مباريات بمعدل بلغ 0.64 هدف في المباراة الواحدة. وخرج بونو عن مرماه لقطع الكرة أو إبعادها عن المنافسين في 14 مناسبة، ونجح في إبطال خطورة جميع الهجمات التي استدعته للخروج عن مرماه، وهو الأعلى خروجا بين الحراس الذين حققوا نسبة 100% في إبعاد الكرات عن المنافسين. وفاز الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة أفضل حارس في الشهر 3 مرات، وهو أعلى عدد بين جميع الحراس في أكتوبر ونوفمبر 2023 ثم فبراير 2024. كما دخل بونو القائمة النهائية المرشحة لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأفضل حارس مرمى في العالم، التي أقيم حفلها في يناير 2024. إعلان وحافظ بونو على شباكه نظيفة في 15 مباراة في الدوري بالتساوي مع السنغالي إدوارد مندي حارس أهلي جدة. آثار رومان سايس قائد نادي الشباب الشكوك حول مستقبله مع الفريق بعد موسم قضاه مع اليوث. ونشر سايس رسالة عبر حسابه على إنستغرام عبر فيها عن امتنانه لجماهير الشباب على دعمهم طوال الموسم، متحدثا عن تجربته مع الفريق في الدوري السعودي للمحترفين. لكن اللافت في رسالة سايس هو ختامها الغامض، حيث أشار إلى أنها قد تكون رسالة وداع، تاركا المجال مفتوحا أمام إدارة النادي لتحديد مصيره. وبدأ سايس رسالته بالتعبير عن سعادته بإنهاء الموسم بانتصار، معتبرا إياه ختاما أفضل من بدايته، وشكر الجماهير على دعمها رغم تذبذب النتائج. وأكد سايس أنه تشرف بارتداء قميص الشباب كلاعب ثم كقائد خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى أنه التقى بأشخاص رائعين في النادي وتشاركوا معه لحظات الانتصارات. وختم رومان سايس رسالته بجملة غامضة قال فيها: لا نعلم ما يخبئه المستقبل، ربما نقول إلى اللقاء ونراكم قريبا، أو ربما يكون وداعا للشباب.